السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم السمك المشوي بتتبيله حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. انا معايا طبعا في الطماطم، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا فلفل اللي هو الاحمر اللي هو هريسه الشط. انا بجيب الفلفل وافرمه في الكبه واحطه بدون اي اضافات في اكياس في الفريزر، واطلع منها الكيلو بيقعد معايا فتره. طبعا هو حر شويه. ومعايا كمان توم فريش وتوم بودر، ومعايا 3 ليمونات حلوين كده، ولو عايز زود عن كده ليمون زودي. ومعايا كمان معلقه كبيره كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره اللي هو الكمون، وشويه فلفل اسود تحت الفلفل ده موجود في الفلفل اسود. المكونات دي كلها لا ندقها كويس في الهون لا في الكبه ونحطها. احنا عايزين ما تكونش اللي هي ناعمه جامد ولا هي خشنه، تكون خليط حلو كده زي ما احنا شايفين. بص كده خشنه معايا شويه، هديها كمان ضربه. انا طبعا لسه ما حطيتش الليمون. في ناس ممكن تحط الليمون معاها وتلاقي القشر بتاعه موجود. وممكن كمان نضيف على الخلطه دي اللي هو جزر كمان. كده عملتها كمان ضربه، وابدا ان انا اعصر الليمون. بص مطلع الليمون الايام دي حلو يعني فيه ميه. تعصري بقى كده وتاخدي كل اللي فيه. وكمان بحط القشور فيها شويه كده، وبعدين بنشيلها تاني. 3 ليمونات كبار محترمين كده. بصوا، هاتي بطنها، هاتي كل اللي فيها، استفادي بكل حاجه موجوده في الليمون. بص كميه الميه اللي فيه، يعني هو فيه ممكن تحطي لو الليمون ما فيهوش ميه تزودي الليمون عن كده، بس هو فيه طبعا ميه كويس. طبعا برضو هندوق اللي هي التحديقه بتاعتها الملح، وهنحط عليها برضو خل، ونظبط الامور بتاعتنا كده. بصوا كده تمام اهو. هعمل بقى اللي هو السمك بولتي. هبدا ان انا اشيل شويه من الخلطه دي عشان ما تبقاش كلها زفره. يعني الخلطه دي اللي انا بقى احطها على وشه، جزء منه احطه على الوش وجزء ان انا هحشي بيه. هجيب السمك ده سمك بقشور، هوريكم بعد شويه. انا كنت جبته وشويته مره، وكنت شلت القشور بتاعته اللي حصل معايا فيه في الشوي. دي سبتها نضفتها، شلت البطن وغسلتها كويس من اي حته سمراء او اي حته حمراء جواها كده دم او اي حاجه من ده عشان ما تبقاش زفره. سمك البغا الصغير ده كان طبات الميزان، يعني طبت الميزان بتاع ال2 كيلو، دول 2 كيلو وكيلو على 75. قلت له انا عايزه الكيلو 4 حتات، فطلع لي 8 حتات. وطبب لي يعني طلعوا 2 وربع، دول 2 وربع. بتحطي في الراس الحشوه والجوه كده على البطن برده، وتمسحي عليه عشان تشرب من التتبيله. وبنرش عليه برده شويه تتبيله كده من على الوش. بنسيبه شويه يعني نبدا ان احنا نولع فحم لان هشوي على الفحم. بصوا كده شويه كده كمان عليها، يعني نحط شويه على شويه ميه ولا حاجه. نبدا نشيل بقى قشور الليمون من الحاجه اللي عندنا اهو. بصوا الخلطه التانية معايا نضيفه طبعا. اللي هنا الفحم بقى مولعناه، وبنحط عليه الشبكه، او عايز تحطي صاجه بس ما تخليش الصاجه تلمس الفحم عشان هتطفيه، لان جربته مره طفت الفحم. حطيها مع الوش كده. انا هشوي برده، جزء برده وجزء بدون رده. هنبدا طبعا الشوايه بتاعتي لازم تكون سخنت جامد جدا، يعني درجه الحراره بتاعتها تكون عاليه، ما تكونش واطيه. اول ما تحطي عليها كده تعمل تش زي ما احنا بنقول. بنرص كده. انا هحط 4. المهم تكون النار تحتهم، وتكون في فرق بين الشوايه والنار، مش تبقى ملاصقه ليها، عشان على الاقل تاخد حقها وتستوي. ال4 سمكات، وببدا ان انا اقفل عليهم، واحط برده الكام واحد 3 البغل اللي معايا، اقفل عليها عشان ابدا ان انا اتحكم فيها، اقلبها يمين وشمال بيها زي ما احنا شايفين. بصوا طبعا هو مش بيعمل دخان زي اللي هو السمك اللي احنا بنشويه على الصاج. وببدا بس شويه عشان اصحصح الولعه معايا شويه بس، وبعد كده بسيبه منه للولعه بقى. هنا بقى بقلبه على الجهه التانية بالشوايه زي ما هي، بقلبه على الجهه التانية. هو ده يعني اللي هو عليه قشور بيلزق حاجه بسيطه جدا. يعني انت لو خبطت عليها كده، لو لقيتها لزقت وخبطت عليها كده باي حاجه معاكي، بيبدا يفصل عن الشبكه يعني. مش بيتهري معانا بقى. هنا كده بقلبه هنا شويه وهنا شويه، يعني ممكن اسيبه هنا دقيقتين، هنا دقيقتين او 3 دقايق اول مره، و3 دقايق تاني مره. وننتبه ليه. بيبدا ان هو ينزل ميه منه برده، الميه اللي هي بتبقى في السمك بقى بتبدا تنزل منه، ومن الخلطه برده بدا ينزل شويه ميه. وتلاقيه ان هو بيستوي، ما بياخدش وقت كبير على فكره على النار. كده بدات اشيل منه، ببدا احطه بقى في صينيه، واجيب الخلطه اللي انا بقى كنت راكناها على جنب دي، بنزودها شويه ميه كمان، ونشوف برده الملح بتاعها، ونبدا نحط عليها. برضو انا كنت يعني انا بحب ان انا اعمله برضو بطريقه تانية، بس لو يعني نحط الخلطه اللي انا عاملاها دي، بزودها ميه شويه ميه حلوين كده، وابدا ان انا اطلع السمكه من على النار، احطها في الميه دي، وابدا احطها في المصفى تبدا تصفي اللي فيها. بس بصراحه دي احسن من اللي انا يعني الطريقه ان انا احط عليها زي اللي احنا بنشوفه نروح نشوي سمك عند حد نلاقيه بيعمل ان هو يعمل كده. يعني بيحطش السمك في الميه، لا يحط عليه من الخلطه، بس بيكون مزوده شويه ميه.
اوريكم برضو الطريقه التانية وانا دلوقتي هتلاقيها في اخر الفيديو. بصوا كده بتعملي لي يمادي، وممكن تقلبيه وتحط عليه من الجهه التانية برضو شويه خلطه. المهم تاخدي بالك اذا ضفتوا ميه خلي بالك من الملح بتاعها، الملح بتاعها ما يكونش دلع عشان ما تحسيش ان انت مش مظبوط معاكي. هنا بقى اخلص ال3 سمكات دول وهبدا ان انا همسح زيت. تمسح دي بزق زيت عشان احط اللي هو بقيه السمك هحطه بدون رده كده. شلت كانوا حلوين على فكره، طعمهم حلو برضو البغل المشويه دي الصغيره دي. ان شاء الله اجيب بغل الكبيره بقى وبشويها مره. هنا بقى مسحت الشوايه بتاعتي من تحت من هنا، والشبكه اللي انا هقفل بيها عليهم برضو من فوق مسحتها بالزيت، وابدا ارص برضو ال4 سمكات بتوعي. بصوا شكله تحس ان هو بياخد اللون اللي هو الاصفر او محمر شويه كده، تحس ان هو مقلي بس هو حلو، كان طعمه حلو برضو جميل. وبرضو اللزقان بتاعه بسيط يعني بيلزق بس يعني بسيط جدا، حاجه كده يعني تخبطي عليها بتسيب، ما بتهريش منك ولا حاجه. طبعا كفايه الدخان اللي بيبقى في البيت واحنا بنشوي على الصاج بجد يعني. وكمان هنا النار بتبقى برضو بعيده شويه فبيبقى بيستوي كويس. بصوا بقى شكله هنا تحس ان انت محمراه بس محروق منك شويه لو انت محمراه في الزيت يعني. بس هو كده اهو. بسيبه شويه برضو بيبدا اي دهون فيه بتبدا تنزل، الميه اللي فيه بتبدا تنزل تلاقيه استوى. السمك من الحاجات اللي هي سريعه حتى في البوتاجاز، سريعه ان احنا نعملها على النار المقليه، وسريعه كمان وهي مشويه ما تاخدش وقت. بس نخلي بالنا عشان الراس ما يكونش فيها دم يعني. وخصوصا السمك بتاعي مش كبير زي ما انتم شايفين يعني، مش الحته الكبيره قوي، لو الكبيره قوي طبعا هتاخد وقت عن كده ولازم ننتبه ليها شويه. دي برضو بقلب على الجهه دي شويه وعلى الجهه، واقلب بالشبكه نفسها على الجهه التانية يعني تقريبا دقيقتين وقتين زي نفس اللي احنا عاملينه بالرده. برضو كل حاجه لها طعمها. بتاع الرده حلو في ناس بتحبه، واللي احنا عاملينه بالزيت ده برضو بيكون حلو. القشور دي على فكره، القشور في ناس بتقرف من موضوع السمك بتشيل القشر ترميه بعد ما بتاكل السمك بترمي القشر بتاع السمك ده، الجلد زي ما احنا بنقول. انا عاملاه كده وتحسوا ان هو وانت بتاكليه مش باين في موضوع القشور دي وانت بتاكليه. ده بقى اللي انا كان من غير قشور. بصوا دي، ده كان من غير القشور. برضو نفس الخلطه اللي انا عاملاها وبحشيه، وابدا ان انا احط برضو رده. عملت جزء برده وجزء من غير رده وشويت والحمد لله لزق. اتبهدل معايا بصراحه يومها. الشوايه نفسها كانت مليانه بواقي سمك في التجربه دي، فقلت برضه اعمله عشان خاطر العيال تاكله. بس بصوا بقى، بصوا عليه تحسوا ان هو برضه متبهدل معايا. ده اللي كنت عامله له ميه وحطيته فيها وبشيلها احطها في المصفى تصفي، وبعد كده بنبدا ان احنا كان حلو بس كان اتبهدل معايا وانا بعمله كده، ما كانش سليم يعني. انت لما تيجي تعملي لحد ولا عندك عزومه عليها سمك ولا كده فيبقى شكله وحش جدا، لكن التاني كان حلو بصراحه. ده اللي هو برضو من غير قشور. هوريكم اللي هو بقى القشور في نهايه الفيديو برضو اوريهولكم. انا طبعا كنت سايبه شويه من الخلطه، ادام انا هعمل ميه فاسيب شويه من الخلطه احطها على الوش كده ونقدم معاه طحينه. هوريكم التاني بقى. ده بقى اللي انا لسه عاملاه معاكم اللي هو ما شلتش القشور بتاعته دي. ده اللي بالرده وده اللي من غير رده. شكله حتى متماسك وشكله يفتح النفس بصراحه. في ناس بتحب السمك اللي هي تاكله بالبطن بتاعته وطعمه حلو برده، بيكون فيه مراره كده وطعمه حلو، بس اولادي ما بيحبوش. اتمنى يكون عجبكم. الف هنا وصحه لقلوبنا وقلوبكم.